أهلاً ومرحباً بالجميع. اليوم عندنا مجموعة مصادر شيقة من تيليكسبريس، نايس كورة، وكمان وين وين. كلها بتتكلم عن حدث رياضي مهم جاي في المغرب. الموضوع الأساسي هو الاستعدادات اللي شغالة دلوقتي في ملعب فاس الكبير. في هناك مباراة ودية مهمة بين المغرب وتونس يوم 7 يونيو 2025. عايزين نفهم إزاي ده جزء من تحضيرات أكبر، ونطلع بأهم المعلومات عن تطوير الملعب ده والمباراة دي نفسها. طيب نبدأ بملعب فاس. المصادر بتقول إنه في ورشة عمل ضخمة هناك، تغييرات كبيرة بتحصل. تمام. الملعب فعلا بيخضع لعملية إعادة تأهيل، خلينا نقول شاملة، بدأت من يناير 2024. من بداية السنة اللي فاتت بالظبط. واللي مسك الموضوع ده هو الشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية، سونارجيس، شركة معروفة بخبرتها الكبيرة في الحاجات دي. والنقطة المهمة هنا اللي بنفهمها من المصادر دي، خصوصاً تيليكسبريس، إن الموضوع مش بس تجهيز لمباراة واحدة وخلاص. لا طبعاً، واضح إن في رؤية أكبر. بالظبط، ده استثمار استراتيجي كبير. الهدف هو الاستعداد لأحداث أكبر بكتير، كأس الأمم الأفريقية 2025 اللي المغرب هيستضيفها، وطبعاً كأس العالم 2030. منطقي جداً. فعلا. وسرعة الشغل اللي التقارير بتتكلم عنها دي بتوضح قد إيه هم ملتزمين بالمواعيد والمعايير الدولية الصارمة المطلوبة للأحداث دي. وده يفسر حجم التغييرات اللي بنسمع عنها، بكلام عن واجهة زجاجية حديثة تماماً، شكل جديد خالص للملعب، توسيع للمساحات بره، وزيادة كبيرة في الساعة، صح؟ حوالي 55 ألف متفرج؟ تمام. الساعة بتزيد ل55 ألف، ده غير تحديث الإضاءة بالكامل عشان تطابق المعايير العالمية للبث التلفزيوني عالي الجودة. ده أساسي في بطولات زي دي. أكيد جودة الصورة مهمة جداً. وموقف سيارات كبير وشاشتين عملاقتين جوه الملعب، تجربة متكاملة. وفي تفصيلة كمان مهمة، المرحلة التانية من الشغل هتشمل تغطية الملعب بالكامل. تغطية كاملة؟ واو، ده هيخليه ملعب لكل الأجواء بقى. بالظبط. والوتيرة فعلا بتتسرع عشان كل حاجة تكون جاهزة في ميعادها وبأعلى مستوى ممكن. طيب كل الشغل الضخم ده في الملعب أكيد بيخدم هدف أكبر، وده بيرجعنا للمباراة نفسها، المغرب وتونس اللي هتتلعب في الملعب ده وهو بيتجدد. إيه أهميتها في السياق ده؟ أهميتها كبيرة للفريقين بصراحة. دي محطة أساسية في استعداداتهم للبطولات اللي جاية. خاصة للمغرب، يمكن عشان البطولة الأفريقية على أرضه؟ أكيد أكيد. بالنسبة للمغرب تحديداً كمستضيف لكأس الأمم 2025، المباراة دي تعتبر اختبار حقيقي قبل البطولة، فرصة ممتازة للجهاز الفني يشوف مستوى الفريق، يجرب خطط لعب جديدة، ويمكن يدي فرصة لوجوه جديدة كمان. ومعروفة دايما مباراة المغرب وتونس، التنافس والإخوة اللي بينهم، التوقعات بتقول إن الحضور الجماهيري هيكون كبير جدا، صح؟ فعلا فعلا. التوقعات كلها بتشير لإقبال جماهيري كبير، وده بيحط ضغط إضافي عشان الملعب بشكله الجديد ده يكون جاهز لاستقبالهم بأفضل شكل. صحيح. وعشان كده مهم جدا إن الجماهير اللي عايزة تحضر تتابع الإعلانات الرسمية اللي هتطلع من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. عشان يعرفوا تفاصيل التذاكر والإجراءات. بالظبط. مواعيد طرح التذاكر، طريقة الشراء، وكل الإجراءات التنظيمية عشان الدخول للملعب يكون سهل وآمن للجميع. إذن لو حبينا نلخص كل ده، واضح إن ملعب فاس بيتحول ليكون تحفة معمارية رياضية بمواصفات عالمية، جاهز لأكبر الأحداث. تماماً. وفي نفس الوقت مباراة المغرب وتونس دي مش مجرد ودية عادية، دي خطوة مهمة جدا في تحضيرات الفريقين، وبالأخص للمغرب قبل كأس أفريقيا. وهنا بقى ده بيودينا لسؤال أعمق شوية للمستقبل. كل الاستعدادات الضخمة دي والبنية التحتية اللي بتتطور بالشكل ده، إزاي هتأثر مش بس على أداء المنتخبات، لأ كمان على تجربة المشجعين نفسهم جوه الملعب وبره الملعب؟ والأهم يمكن، إزاي كل ده هيعزز مكانة المنطقة ككل كوجهة قادرة تستضيف الأحداث الرياضية العالمية الكبرى؟ ده سؤال مهم يستحق نفكر فيه ونتابعه الفترة الجاية.